السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن صحة واحسن حال. النهارده كده بقى معاكم روتين جديد وفيديو جديد ولو لسه اول مرة تشوفيني ياريت تشتركي معايا في القناة، تشرفيني باشتراكك ولايك للفيديو دوت. ويلا بقى كده نشوف يومنا كان فيه ايه وكان عندنا ايه النهارده. كده عايزه اقولكوا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه بقى ان احنا رجعنا للمدارس تاني والصحيان بدري والله المستعان. يعني الجو اليومين دولت يعني ساقعة في كل المناطق، مفيش حتت يعني دافئة وحتت ساقعة، هي مصر كلها ساقعة. فالله المستعان، ربنا يبلغنا رمضان ويبارك لنا في رجب وشعبان يا رب. اول حاجه كده بداتها معاكم، يعني اليوم ده كده ماشي معايا بالشقلوب. يعني الفيديو دوت كنت مصوراه بالليل، والوصفة اللي جاية كنت مصوراها للغدا بتاع تاني يوم. فهنا توتي كانت عايزة اللي هو الاندومي اللي بعمله كده في البيت صحي بلسان العصفور. اول حاجة بحط مية مغلية، يعني على حسب مثلا انت هتعملي كمية قد ايه، مثلا كوبايتين مية وهتعملي عليها كوباية لسان عصفور. بخلي المية تغلي، وبعدين ببدأ ان انا احط مكعب مرقة خضار، مش بستعمل مرقة دجاج، بستعمل مرقة خضار، واحط بقى لسان العصفور على النار، واول ما يغلي هدي عليه واقلب فيه كده لحد ما يستوي وخلاص. بجد طعمه يعني نفس طعم الاندومي بتاع بره، بس طبعا مفيهوش الاضرار بتاعه الاندومي اللي احنا بنشوفها دي وبنسمع عنها. فتقدري برضو ممكن تعمليه بالمكرونه اللي هي الطويله الاسباجيتي، بحيث برضو ان هما ايه يعني يحسوا ان هو شكل وطعم ولون. يعني الاطفال ممكن يضحك عليهم باي حاجه، بس المهم ان احنا يعني ما نضرهمش وربنا يحفظهم. ده بقى كان تاني يوم. كان عندي بقى خلطة الشاورما اللي احنا كنا متبلينها مع بعض في الفيديو بتاع البانيه وازاي ان نطلع منه اكلات كتير. كنت عاملة كيستين كده شاورما، فقلت هطلعهم وهعملهم هما الاتنين في وصفة واحدة، بس بكمية يعني ممكن مثلا صينية تكفيني يومين. فقلت اول حاجة هعمل البشاميل. حطيت كده معلقتين سمنة ومعلقتين دقيق واقلب كده فيهم لحد ما ابدا اشم ريحه الدقيق. كلنا يعني بنعرف نعمل بشاميل، بس ادي مثلا طريقه مختلفه ان انتي تستعملي الشرايح اللي هي الشاورما. كنت قايله لكم ان احنا ممكن نعملها بتاع ده، ممكن نعملها مثلا سندوتشات، ممكن نعملها فته، ممكن نعملها مكرونه نجريسكو شبه كده. والله بجد كانت تحفه. وبعدين نزلت بقى على البشاميل اول ما الدقيق خد معايا لون كده وبدأ ريحته تطلع. حطيت بقى كمية اللبن تقريبا دوت نص لتر لبن، وهبدأ ان انا اقلبه بحيث يفك معايا التكتلات دي. هو ما كانش مكتل ولا حاجة، بالعكس كان كريمي ولذيذ يعني. بس هو ممكن في اول عشان نزلت باللبن على طول مسك شوية، بس مع التقليب والحرارة بيفك. على العين بقى اللي جوه دي انا كنت بحط مية المكرونة تتسلق. انا بعمل كل حاجة مع بعض. وجوه كنت بعمل اللي هي الفراخ. سخنت الطاسة كويس قوي وبعدين نزلت عليها بالفراخ. طبعا احنا كنا متبلين كل حاجة فيها، ومن احلى صواني النجريسكو اللي اكلتها ان انا عملتها كلها كانت الصينية دي، علشان يعني كانت الفراخ واخدة تتبيلة كويس جدا وتحس ان هي متشبعة بالتتبيلة كده، مش محتاجة معاها اي حاجة. هنا حطيت بقى كمية المكرونة بتاعتي تتسلق، وهحط كمان على البشاميل اول ما يبدأ هقعد بقى اقلب فيه كده معايا لحد ما يتقل. واول ما يتقل هحط كده مكعب مرقة خضار. انا بشتري مرقة الخضار، مش بشتري مرقة الدجاج. بحس ان هي حتى بتبقى خضار كله. مرقة الدجاج دي ممكن بقى يعملوا مصارين وحاجات كده، يعني احنا في غنى عنها. فمرقة الخضار بحسها يعني احسن شوية والله، ونفس طعمها جميل جدا. المهم بقى حطيت على البشاميل كمان فلفل، وبس اكتفيت بقى بالتوابل اللي في مرقة الخضار وفلفل اسمر وخلاص. وهنا بقى المكرونة كانت غلت معايا، يعني اتسلقت كويس، مسلوقها 3/4 سلقة كده، بحيث ما
يعني ما تلزقش وتعجن جامد لو اتسلقت جامد. بس بردتها وكان البشاميل تقل عندي والفراخ كمان كانت يعني خلاص استوت، والخلطة بتاعتها رهيبة بجد رهيبة. اتفرجوا على الفيديو، انا هحط لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف، اتفرجوا على الفيديو اللي كنت عامله فيه التتبيلات بتاعه الشاورما وبقيه الحاجات، هتعجبكم ان شاء الله. المهم حطيت بقى 3/4 كميه البشاميل على على الفراخ على المكرونه، وقلبت كله مع بعضه كده زي ما احنا شايفين. وبعدين هبدا ان انا هرصها بقى في الصينيه بتاعتي، تحطيها بقى في بايركس بقى، عايز تحطيها في طواجن صغيره، في برام، يعني اللي يعجبك. وكنت شايله بقى شويه بشاميل كده على جنب عشان احطهم على الوش. بالمناسبة انا لقيت حاسه ان البشاميل كان تقيل، فقمت بدل ما ارجع هعمل بشاميل تاني حسيت ان هو كان شويه على الصينيه. عملت ايه بقى؟ جبت لبن، يعني ربع او نص كوبايه لبن، وقمت حطاها على الصينيه. بصوا هي باينه اهيت من على الجناب، وفي نفس الوقت يعني ما عملتش بشاميل تاني، وهي كانت حلوه جدا وكانت جوسي، وكده كده كله هيغلي مع بعضه في الفرن. يعني ممكن مثلا حاجه تعمليها لو انت مثلا كميه البشاميل اللي معاكي ما قضتش او حاجه، حطي لبن على جناب الصينيه كده، هتنزل هتغلي معاها هتزود معاك كميه البشاميل. المهم بقى دخلتها في نص الفرن، طبعا ما بنحطهاش تحت عشان ما تلسعش، بنحطها على الشبكه ومولعين تحت وفوق بحيث ان هي ايه يعني تاخد كده مع بعضها، وكمان تاخد وش حلو. بس واول بقى ما بتطلع تبقى يعني فظيعه، كانت حلوه جدا. يعني اتمنى ان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم. وقطع الفلفل مع البصل حلوه جدا ومديه طعمها حلو جدا. وعملت بقى جنبها شويه شيبسي كده وشويه مخلل بيتي. وده كان غدانا النهارده. اتمنى تجربوا الوصفه بتاعه الاندومي الصحي، هتعجبكم قوي، وان شاء الله كده تجربوها، واشوفكم على خير. مع السلامه.